لو في يوم حد عزمك في رمضان اهرب على طول. اجري يا مجدي. عشان دي مش عزومه، ده فخ سعرات حراريه وبعدها فلوس وليله سودة. كل يا حبيبي، قوم يا بت، كل يا دنايا، كل. لان العزومه اللي في رمضان اللي عند تيتا او في بيت جده او حتى مديرك اللي في الشغل او الخروجه مع صحباتك عشان تتسحروا في زينب خاتون، دول ما بيعملوش غير انهم يبوظوا الاكل بتاعك ويتخنوكي حوالي 5-6 كيلو كده. فبالراحه كده وانا هفهمك كل حاجه. زي ما انتم عارفين كده، رمضان هو شهر اللمه والفرحه، والشهر الوحيد اللي بنتقابل فيه مع الناس اللي بنحبها واللي الحياه واخدانا وسحلانه عنهم. بس للاسف احنا بنربط التجمعات والخروجات بالاكل، ورمضان ده شهر الاكل، فتلاقي نفسك معزومه عند تيتا وبتفطري عندها، وهتلاقي شويه اكلات تخلي اللي ما بياكلش ياكل. خدي عندك بقى النشويات اللي زي الرز والمكرونه والرقاق. عارفه بقى صينيه الرقاق اللي باللحمه المفرومه دي، او صينيه المكرونه البشاميل اللي بتتعمل جنبها واللي بتبقى طايره على السفره قدامك دي؟ مجرد خرطه رقاق او معلقتين مكرونه بشاميل بس هيدخلوا جسمك على الاقل 600 سعر حراري، بما انك بتاكلي بعينك قبل ما تاكلي ببقك، وعشان السفره مليانه كل ما لذ وطاب. هتلاقي برضو عليها بروتين، شويه بط وحمام وفراخ ولحوم، حاجات غصب عنك لازم تدوقيها. فلو انت بتحب البط وما بتاكلوش غير في رمضان او في المناسبات، فاحب اقول لك ان البط ده ملك ملوك السعرات الحراريه، عشان في عنده دهون تحت الجلد كتير جدا. مجرد ورك بط بس صغير مع فردة حمام محشي هيرموا معاكي حوالي 1000 سعر حراري. طب خلاص، هناكل شويه رز ومكرونه وجنبهم شويه حمام وبط. عيب بقى، لازم جنبهم شويه مقبلات، يعني سمبوسه شاربه زيت مع صباعين 3 محشي غرقان سمنه بلدي، حاجات كده تزود على الاقل 300 سعر حراري كمان. يعني بحسبه بسيطه كده دخلت في حوالي 2000 ل 2500 سعر حراري، كل ده في قعده واحده بس. يعني المفروض يدخل في يومك كله دخلتيه في اكل. عيشي بعد كده على الهوا بقى. بس ازاي؟ احنا لازم نكمل الجرعه وندخل الحلو زي القطايف واللطايف. واحده قطايف بس فيها حوالي 150 سعر، يعني لو كلنا 6 وحدات قطايف هتدخلي كمان 900 سعر حراري، مع حته كنافه صغيره وحته بسبوسه صغيره هتعملي كمان 500. كده انت عملتي 4000 سعر حراري في يوم واحد. طيب ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ الاكل ده بيعمل حاجه اسمها صدمه الانسولين وبيتخزن كله دهون، والقاعده العلميه بتقول ان الانسولين هو هرمون التخزين. طول ما هو عالي جسمك مستحيل يحرق، بالعكس ده بيبدا يحول الجلوكوز الزياده لدهون ثلاثيه فتتخزن في الخلايا الدهنيه. كلام مجعلص انا عارف. الموضوع ببساطه ان الاكل ده كله بيتحول لكربوهيدرات ويركزها في البطن، فتطلع من العزومه دي مكرشه قد كده. غير ان الاكل ده برضه بيعمل احتباس للسوائل، نتيجه ان الجلايكوجين بيتخزن في جسمك، لان كل جرام جلايكوجين في جسمك بيتخزن معاه من 3 ل 4 جرامات ميه. يعني من الاخر جسمك هيعبي ميه. وفوق كل ده الصوديوم اللي هو الملح، ودي اكتر حاجه بتخلي جسمك يحبس ميه غصب عنه. وكل ده بس في الفطار. امال في السحور هتعملي ايه؟ ما انت في نفس اليوم اللي كنت فيه في العزومه تروحي تتسحري بره مع صحبات او مع اولاد خالتك في مكان معين، وتاكلي بقى فول بالزيت الحار او طعميه محشيه او بطاطس محمره. ويا سلام بقى لو عدى اول 10 ايام في رمضان زهقتوا من السحور العادي فتقرروا تتسحروا عند بازوك، فانت بسم الله الرحمن الرحيم كده مدخله جسمك حوالي 4000 سعر الصبح و1200 بالليل، فدخلت في 5200. زود عليهم 5 كمان وهتعرفي تجيبي موبايل جديد. في دراسات بتقول ان وجبه زي وجبه الفطار دي بتعمل التهاب مؤقت للجسم وبتبوظ حساسيه الانسولين لمده ما تقلش عن 24 ساعه. يعني جسمك بيفضل مخزن كل ده لتاني يوم. فلازم بعد كده لما تبقى في عزومه زي دي ما تجربيش غير صنف او 2 بس، وبكميات تكون قليله ومعقول. انت بتاكلي مش بتقيمي الاكل. والاهم من كل ده لو في وراك صلاه تقوم تصلي. ما تنساش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس، ولو في اي سؤال اكتبوه في الكومنتات. يلا رمضان كريم.